عندي مواهب كتير وحاسه ان انا تايهه مش عارفه ابتدي منين. ده كان سؤالها. وما في نفس الوقت ما عنديش فلوس اخد كورسات واطور نفسي. يعني خلينا نقول انا فهمت كده تقريبا. انا حاسه ان انا تالنت بس انا بنتش من كل حاجه ومش قادر اشتغل في حاجه معينه وواهم نفسي ان انا محتاج فلوس وكورسات عشان خاطر ابتدي. ده وهم. اول حاجه نعملها في الحاله دي، وعلى فكره الحاله دي فيها ناس كتير، انت تايه لان انت في الاصل مش عارف انت عاوز ايه. يعني مثلا عاوز كليه قمه، اي كليه قمه، لكن عاوز ايه مش عارف. فخلينا نقول ابتدي باي حاجه فيه. ابتدي باي حاجه، المهم تبتدي. شغل المكنه، ابتدي اتحرك، الموتور واقف، حركه في اي حاجه. ممكن تبتدي في اي موهبه من دول وتحس انها لا مش هي دي، بس على الاقل كسبت شويه خبرات، على الاقل اشتغلت، على الاقل اتحركت، على الاقل هرمونات الانجاز خلتك سعيد شويه. فلا، ابتدي في اي حاجه منهم من غير تشتيت، اسهل واقرب حاجه. الحاجه الثانيه اللي العقل قالها لك انه ما عندنا معيش فلوس اخد كورسات. على فكره زمان ما كانوش بياخدوا فلوس كتير للكورسات وما كانش فيه كورسات. والله احنا احسن بكتير قوي 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 من السنين اللي فاتت. في يوتيوب، في مواقع مجانيه، في ممكن تسال الناس، في ان انت تجرب. ابتدي، ما تتلككش. اللي عاوز يبتدي بحاجه هيبتدي. طول الوقت دور على الامكانيات البسيطه وما تعطلش نفسك وهي ما هي الا افكار عشان تتحجج بان انت تفضل في